الزلزال اللي ضرب الإخوان من جوه ومحدش حس بيه، من السمع والطاعة العميانية للتمرد والانسياق الكامل. هو إيه اللي حصل جوه التنظيم بعد ليلة سقوط حكم المرشد؟ الثورة الشعبية في 30 يونيو عملت انقسامات ومراجعات فكرية طيرت عقل القيادات الكبيرة وخربت العمل السري. خليك معايا في الفيديو ده وتعالى بقى أقولك إزاي الشباب رموا أفكار الجماعة وفاقوا من الوهم. فاكرين يا جماعة لما جماعة الإخوان المسلمين كانت بتتكلم عن التنظيم القوي اللي محدش يقدر يهزه، وعن السمع والطاعة والالتزام الكامل بقرارات القيادات؟ طب تتخيلوا ان بعد سنة 2013 المشهد اتغير بشكل كبير جدا، وبدأت تظهر خلافات وانقسامات ومراجعات فكرية محدش كان يتوقع حجمها. بعد عزل محمد مرسي دخلت الجماعة في واحدة من أصعب الفترات في تاريخها. القيادات كانت بتواجه ضغوط ضخمة، والقواعد والشباب كانوا قدام واقع جديد مختلف تماما عن كل اللي اتقال لهم قبل كده. وقتها بدأ جزء من الشباب يسأل أسئلة مهمة جدا: احنا رايحين على فين؟ وايه الهدف من التصعيد المستمر؟ وهل الطريق اللي ماشيين فيه هيحقق اي نتيجه؟ الموضوع بقى ما بقاش استنتاجات، لا، ده في 2017 كشف مسجونين من الاخوان والتيارات المتطرفه جوه السجون عن انتشار مراجعات واسعه جدا. تخيلوا في اسبوع واحد بس خرجت مراجعات لمسجون في سجن الزقازيق بينتمي للسلفيه الجهاديه، بيفضح فيها تنظيم داعش وقائده وبيكشف علاقتهم بامريكا. المراجعه الثانيه كانت لمتهم في قضيه كتائب حلوان، بيتهم فيها قيادات الإخوان علناً بتوريط الشباب في معركة خسرانة من أول يوم. كل ده كان متزامن مع خروج وثيقة من جبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد وقتها بتهيئة القواعد لتقديم تنازلات، وطبعاً واجهتها جبهة محمد كمال بالرفض التام، والتفكك بيظهر للعلن. الشهادات والتجارب الفردية للشباب اللي انشقوا بدأت تطلع على السوشيال ميديا وفي كتب وتدوينات شخصية، كلهم أجمعوا على حاجة واحدة بس: تضارب الخطاب بين الدعوة السياسية والواقع العملي اللي كله غدر وعنف. ده غير كمان احتكار القرارات جوه الجماعة اللي ما فيهاش أي مساحة للنقاش أو الاختلاف الفكري. في إبريل 2017 جماعة الإخوان أعلنت عن جولة تانية من التقييمات لاستكمال المراجعات اللي عملتها جبهة محمد كمال، واعترف عباس الأباري المنسق الإعلامي لملف التقييمات بوجود خناقات وخلافات داخلية ضخمة حول التقييمات دي، واللي كانت بتحاول تقف على سلبيات الجماعة عشان القيادات ما تستفردش بالتنظيم لوحدها. مش كده وبس، اختار التصعيد والعمل السري والتوريط في قضايا التخريب واستهداف المنشآت العامة بعد 2013 كان هو العامل الأساسي لتفكك التنظيم من جوه وتقسيمة الشباب لفريقين: فريق رفض التصعيد خالص وانفصل، وفريق تاني صمم على التصعيد لحد ما لبس في حيط. الانشقاقات والخلافات زادت قوي بين الشباب اللي دخلوا الجماعه في 2013 وقبل 2013، وما كانوش جزء من القيادات التاريخيه اللي بوظت الدنيا. وفي السنين الأخيرة التحولات الفكرية دي خلت الشباب يرموا مفاهيم السمع والطاعة والتمكين والعمل السري في الزبالة، ويعلنوا قطيعة كاملة مع التنظيم والسياسة كلها. طبعا الانفتاح التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي ساعدت الشباب دول يشوفوا مصادر معرفية تانية بره الصندوق المقفول للجماعة. وفي نفس الوقت الدولة المصرية اشتغلت بذكاء شديد جدا من خلال سياسات أمنية وتشريعية قوية واجبتها برامج توعوية في الجامعات لتعزيز الانتماء الوطني وتصحيح المفاهيم الدينية والفكرية المغلوطة، وده من خلال المؤسسات الرسمية والأزهر بطرح خطاب بديل قائم على المواطنة وبناء الدولة ومواجهة التطرف. مع مرور أكتر من 10 سنين على الأحداث لسه النقاش مستمر حوالين اللي حصل. فيا ترى كانت المراجعات الفكرية دي نتيجة اقتناع حقيقي ولا كانت استجابة لظروف صعبة وضغوط كبيرة؟ وهل الانقسامات دي غيرت شكل التنظيم بشكل نهائي ولا ممكن تظهر صيغ جديدة في المستقبل؟ اللي أكيد إن السنوات الأخيرة حصل فيها تحولات كبيرة جدا، وإن صورة الجماعة بعد 2013 مختلفة خالص عن الصورة اللي كانت موجودة قبلها. وبين مؤيد ومعارض هتفضل التجربة دي واحدة من أكتر وأكبر التجارب السياسية والتنظيمية اللي أثارت جدل واسع في المنطقة خلال السنين الأخيرة.